والآن مع المفاجأة. أنا سامع إن أنت صوتك حلو وإن أنت المغني رقم 1 في غرفة ملابس نادي الزمالك. لا هل دي حقيقة؟ لا يا عمرو مفيش الكلام ده. لا مش هتسمعنا حاجة يعني؟ هتغني لنا إيه؟ ما أنا بصراحة مش حافظ إلا بتاعت الأسطورة بس. تاني معلش تاني طلب تاني. ناصر منسي الأسطورة، إيه ناصر منسي الأسطورة، وقالوا إيه علينا دولت، قالوا إيه مش سامع حاجة، بس كده مور. هو بيضحك ولا بيتغر؟ بص، في حب وكره، اسمع الكلام. انت بعد النهارده الراجل هيجيبه غصب عن اي حد، ومصر كلها تقعد تقول لك مرموش مرموش، انما بالامانه فنكوش. لا انا ما اسمحلكش. انا قلت لا من فضلك. مرموش ده طلع فنكوش تاني. ما تغير يا عم. بس هو ايه اللي الناس شايفاه في مرموش احنا مش شايفينه انا وانت؟ عشان جاب جون في ليبيا. يعني ده الجون ده كان يعني احنا يعني استغفر الله العظيم اقول ايه؟ تصدق بالله لا اله الا الله. احمد مدبولي قده 100 مره. بتاع احمد مدبولي إسماعيل. اقسم بالله ايجابي عنه 100 مره بجد والله يعني مش ما انا بقول لك يعني مش اهو. شايف حاجه. اعقلوا كلمة. ما تحس نفسك ايه يا استاذ؟ اعقل الكلمة قبل ما تقولها. ما تودينيش قال زمان. لا استنى بس، على واحد استنى راح بس. احسن يابا وافضل استنى نادي بس. في العالم، في افضل يابا دوري في العالم استنى. من خلال اختيار لا حول ولا افضل قوه الا بالله. مدرب في العالم. من طور كرة القدم بالشكل اللي احنا شايفينه بشكل رائع. وانت مطلق عليك او بيطلقوا عليك ان انت جوارديولا الغلابه. هو لعب مع الراجل ولا لسه؟ لا طب اما يلعب كابتن، هو الناس دول بيجيبوا اي كلام. يا حق جوارديولا ده بيختار اي كلام. مصر دلوقتي حلوين وكويس جدا في اوروبا. هو ربنا كرمه الفتره اللي فاتت في الماتشات اللي هي بتاعت الفرقه بتاعته في المانيا، فقال لك بيجيب اجوان ينفع مع السيتي. نجيبه بقى وخلاص. طبعا. عندك كده انا ما عملتش حاجة. ده جاي يشيلني. يعني انا ادفع 80 مليون يورو عشان لعيب اجيبه أيوة كده خلاص بيجيب الراجل اجوان. بيهدف اهو. ايوه طب ما هو يعني بيهدف، بس هو الموضوع مش تهديف بس يا كابتن. امال ايه؟ لا دي امور كتيره فنيه بيتشقلب يعني؟ وخططيه بيتشقلب؟ ومتطلبات. لا يا كابتن ايه؟ بيتشقلب؟ يبقى هالاند بيتشقلب مثلا. تغيره ازاي ده؟ وان شاء الله ينجح. وان انا لو انا غلطان وأنا اعترف ان انا غلطان. لا مين اللي اعترف؟ انت تعترف. روح قوم. قوم روح اجري. ايه ده يا ابني انا سابقكم. خلي بالك انا راجل محلل مخضرم ودارس بره وجوه. طب يا ريتني كنت رحت النادي الاهلي، كنت زماني بلعب دلوقتي وكنت العب منتخب مصر. اسمها الاحصاءات يا كابتن. معلش من 2000 لحد 2024 هات لي باك رايت في نادي الزمالك جه عمل اجوان قدي وجاب اجوان قدي. مين افضل مني معلش يعني؟ مجاملات يعني. ده رسمي. وده الشرفول ما تشوفش العيال اهو. التفاحه ايه اللي جابك هنا؟ يعني طب انت ولا مصطفى محمد؟ يعني في بينا مسافات كبيرة. بتغلط في اصحابك كده؟ أبدا والله بتغلط أبدا فيهم. في بينا مسافات هو كبيرة اعلى بجد. هو اعلى. مين ده؟ مصطفى محمد. أطول مني ممكن. هو أعلى في الطول. لا مش هيجيب. طب انا لا، اراهنك مش هيجيب. مصطفى محمد مش هيجيب هيجيب. جون اسمع بكرة. بس بقول لك عليه. ايه؟ مش هيجيب. طب لو جاب جون؟ مش هيجيب. لا لو جاب جون اسمع بس بقول لك عليه. هتعمل ايه؟ مش هيجيب. لو جاب 200 جنيه هنا الحلقه الجايه. بس لا طب هاخدهم منك يعني. ماشي. مقاسس تاني لمحمد ونجم، وادي الكوره وادي الرأسية. مبروك لمصطفى محمد الهدفين. يا راجل بذمتك من قلبك. التحدي اللي احنا ما تلعبنيش. حطيناه له ايوه اداله اصرار ودفعه كبيره، خليه يسجل هدفين. رايك ايه في اداء مصطفى محمد في الدوري التركي؟ يا عم انت كل ما هتجيبني تقعد تقول لي مصطفى محمد. راجل احترف. ما يحترف. انا بسالك هو رايك. بيلعب في النادي بتاعي. جاب جونين. ما يجيب يا عم زي الفل. جاب في سراي. ماشي ربنا يكرمه. ايه حلو. رايك ايه؟ انا ما شفتوش هو بيلعب والله، بس ليه؟ قالوا لي ان هو جاب متابع؟ جونين. لا قالوا لي ان هو جاب جونين. ايوه ما انت مشفتوش ليه؟ ما كنتش متابع؟ هو الدوري التركي بيتذاع؟ فين؟ لا فيديوهات يعني العالم كله بيتكلم عنه يعني. احنا فاضيين بقى نتفرج على الدوري التركي. هو انت مالك ومال مصطفى محمد؟ يا عم ارحمونا بقى من مضايقه في ايه؟ ماله مصطفى محمد؟ يا عم انا كلمته. هو يا عم هو متجوز امي. يا عم يا جماعه. مصطفى في حته ثانيه. يعني حته ثانيه. هو دلوقتي في تركيا. مين باك رايت؟ هتحط اسمك انت لازم رضا تبقى في العزب. التشكيل. رضا العزب. ايه ده بقى؟ والله العظيم انا احسن من الناس اللي موجوده. مين؟ يعني انت ولا كابتن ابراهيم حسن؟ يعني طبعا. والله لا تاني معلش عشان ما سمعتش. والله سمع انت احسن من كابتن ابراهيم حسن؟ بيشوط زيي.
لا كابتن ابراهيم حسن كان تقيل. بيشوط زيي. استنى بس ما تسخنش. بيشوط زيي. لا ما تاخدكش الجلال. وعشان هو الكابتن ابراهيم حسن انا بعشقه، بس بيشوط زيي. وكان بيشوط برضه. شوط والهيدرز بتاعه كان حلو. او بيشوط زي ايه اللي دخل الهيدرز؟ يعني انت بتتكلم ان انت ميزتك عن كابتن ابراهيم حسن ان هو والكروس. انا ليا مستن. كابتن ابراهيم حسن حط هدف قبل كده. ده هي مره واحده. ماشي انا جايب. طب انت بتعمل اوفرات ولا احسن ولا كابتن ابراهيم حسن؟ بس بقى. انا طبعا. ايه؟ انا طبعا. انت احسن من في الاوفرات؟ طبعا. والله العظيم بكلمك بجد. والله بكلمك بجد. صدق. شوف ابعت لك الاهداف اللي انا عملتها، ده حقيقه. يعني مع احترامي، يعني هو كابتن ابراهيم حسن واخد الست ده كله ليه؟ منتخب مصر والنادي الاهلي. مش تاريخه يعني؟ طبعا. طب ما وانت لعبت الزمالك؟ ماشي بس ما لعبتش. خد شويه عاد سعاده بقى، يلا خد خيار اهي. ايه اللي جابك هنا؟ طيب انا عندي جدل ما بين كابتن مصطفى وكابتن جمال. تمام. كابتن جمال قال لك انا قعدت 10 سنين الاهلي ما كسبنيش غير مره واحده، رد عليه يا استاذ خالد. كابتن جمال لعب في الزمالك من 84 ل 94. اسمع بقى. تمام، هم دول ال 10 سنين. صح يا كابتن جمال؟ صح يا كابتن جمال؟ ايوه يا حبيبي. ايوه. بنتكلم في ال 10 سنين دول. نبدا الاول بالبطولات. بطوله الدوري الممتاز، الاهلي اخذ 6 بطولات دوري، الزمالك 3، الاسماعيلي 1، وفي بطوله الغاء. لا 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 لا، يبقى رضا عبعال كده عنده حق بقى خلود. كاس مصر بعد كده اللي معايا 6 في ال 10 سنين دول. الاهلي اخذ كاس مصر 6 مرات، الزمالك مره، المقاولين العرب مره، الترسانه مره، وفي مره اتلغت. يا عم خالد ارحمني، الزمالك خد مره ازاي اذا كان خدها سنه 87 مع كابتن عصام وخدنا كاس مصر سنه 93 ميت. ده الموسوعه دوت يا جمال، ده الموسوعه ده بتاعتنا. ايه يا خالد في ايه؟ انت ايه مش مع الزمالك ولا ايه ده؟ واضح انت كاس اهلاوي. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. ماتشات القمه 28 ماتش في ال 10 سنين دول بتوع كابتن جمال. ايوه. الاهلي كسب 10 مرات، الزمالك كسب 8 مرات، تعادل 8. انا بقى ما لعبتش في ال 14. ما لحقتش حاجه. هو زعلني بس. وسام ابو علي افضل ولا احمد بلال؟ لا احمد. ده سؤال. ده مش سؤال؟ لا طبعا ما ينفعش ده يبقى سؤال. تاني معلش تاني طلب تاني. هو ايه الاجابه؟ وسام ابو علي لعيب كويس وهايل كل حاجه، لكن طبعا يعني انا بشوف الحمد لله انا يعني افضل بكتير يعني بمراحل يعني. افضل بكتير بمراحل؟ طبعا. انت ما اتفرجتش عليها انا؟ لا اتفرجت. طيب انت لعيب كبير، انا ما اقدرش اقول حاجه، انا بسالك. لا. هو هداف في وسط اللعيبه اللي موجوده. ولعيب كويس في وسط اللعيبه اللي موجوده. وهيكسب النادي الاهلي اكيد يعني في وسط برضه. يعني هو لو في زمنك كانت الامور ما كلتش ولا شربت خالص. لا 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 طبعا استحاله. لاني رحت نادي الزمالك، انا طبعا لو خدت فرصه انا ما كانش في حد هيلعب يعني، معلش انا ما بقولش كده وخلاص. الاحصائيات بتاعتي اللي بتقول كده. مين باك رايت في الوقت ده؟ كان حازم وعمر، وانا الحمد لله يعني كل الفرقه عارفه ان انا افضل. وكمان يا كابتن انا الوحيد في الدوري المصري اللي كنت بشوط الكوره الثابته بوش رجلي. شويه زيت عاده.